إذا مشاهدينا حلقتنا مازالها متواصلة، والآن يعني التحقت بنا كما قلنا كما سبق وذكرنا زميلتنا كريمة الشامي حتى تقدم لنا مجموعة في فن التعامل، واليوم راح تحدث لنا عن اتيكات زيارة الطبيب. صباح الخير كريمة. صباح الخير، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم بالأحمر والأزرق اليوم. والأصفر طالع بجنن عليك يعني خلاص تعلمت شوية من عند اللهجة اللبنانية من عند كريمة. وأنا دايما عم بتعلم منكم. تحية كتير كبيرة للشيف حسين، يسعد صباحك. بخير. ريحة المطبخ مثل العادة بتاخذ العقل. يسعد صباحك دايما، يعطيك ألف عافية. يعني اليوم موضوعنا يهم احنا نطلبوا الشفاء العاجل ان شاء الله لجميع مرضانا بالمستشفيات تقول سواء في الجزائر وخارج الجزائر، وموضوعنا يهم زيارة الطبيب، يعني ان شاء الله بعيد الشر على كل المشاهدين، ولكن لابد منه بلا شك بلا شك. مثل ما قلتي يعني ما فيني ازيد اي شيء على كلامك. بنتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، ويا رب ما يصيبنا مرض، ولكن هي سنة الحياة. صح. يعني بنمرض يوم نصحى يوم، هي سنة الحياة. صحيح. فهيك حبينا نجمع شوية نصائح اللي بتفيدنا لنا وبتفيد المستمع اللي نحن دائما بنتشكره انه هو بيقضي معنا احلى ساعات وهي ساعات الصباح. فيسعد صباح الجميع والله يجيب الشفاء للجميع. هيك في كذا خطوة لازم نعملها ولازم نتذكرها قبل ما يكون عندنا مواعيدنا مع الدكتور او المستشفيات. مهم كتير نحترم مواعيدنا، هو بشكل عام باللباقة وبالسلوكيات نحترم المواعيد اللي عنا اياها. فما بالك عنا موعد مع دكتور اللي هو رح يكون عم يهتم بجانب كتير مهم من حياتنا، او بالاحرى جانب كتير خاص وهو المرض. فالنقطة الأولى اللي هي كتير مهمة إنه نحن نحترم مواعيدنا. إذا ما قدرنا نروح على الموعد شو ما كان السبب، نعمل تليفون، نعتذر بطريقة لبقة من دون ما نفرجي الشخص الثاني إنه نحن ناس كتير مشغولة، لأنه نهاية الدكتور له أهميته وحدا درس لحتى يكون موجود معنا. بقى احترام المواعيد. إذا ما قدرنا نعمل الموعد أو ما قدرنا نروح، نكون مسؤولين على هيدي الخطوة، بنعتذر نحن ما بنقدر نجي. كتير مهم إنه ناخذ بعين الاعتبار لحتى ناخذ الموعد الجاي، ناخذ بعين الاعتبار جدول الدكتور وجدول العيادة وليس جدولنا. النقطة الثانية واللي هي كمان بسياق هذا الموضوع إنه نحن وقت نروح عند الدكتور لازم نهتم بلبسنا. مش عم أقول إنه نحن لازم نلبس آخر صيحات الموضة، ولكن كتير مهم إنه نهتم بنظافتنا الشخصية وبطريقة لائقة ولبقة بنفس الوقت، لأنه نهاية هذا الشخص حيكون كتير قريب منا. تذكر لما كنا نحكي عن فن السلوك واللباقة إنه نحن عنا الإسباس تبعنا اللي ما بدنا حدا يدخل عليه. فالدكتور رح يكون كتير قريب منا، دكتورة أو دكتور اللي رايحين نشوفه بالمستشفى ممرضة عيادة، فلازم نهتم شوي بنظافة جسمنا، بلباقتنا، بثيابنا اللي بتكون هي ممكن عادية ولكن خارج الموعد. من ناحية أخرى هي للنفسية، إنه أنا خلص لما غير ثيابي، لما حط برفان أو حط ريحة حلوة، يبقى أنا نفسيتي تغيرت وجاهزة إني أنا أروح على الدكتور، معناتها عم باخد الخطوة اللي بعدها عشان العلاج. فهذا شيء كتير مهم. لما نوصل على العيادة كتير مهم إنه نحافظ على الهدوء. إحنا دايما بنحكي إنه هدوءنا يعني سلاحنا، يعني قوتنا. الإنسان القوي كتير والإنسان الهادي كتير ما بيحكي كتير. بقى لما نروح عند الدكتور عنده كتير مواعيد، وفي كتير ناس مريضة، وفي كتير ناس عندها في كتير ناس تنتظر الدورة نتاعها. طبعا حنحكي على هيدي النقطة هيك شوي بتفاصيل زيادة. مع نقطة الهدوء، إنه أنا خلص بحافظ على هدوئي. خلص أنا مريضة وتعبانة، وفي ناس كمان مريضين وتعبانين، وتأكدوا تماما إنه الدكتور أو الممرضة أو المسؤول موجود بهالعيادة أو المستشفى كرمال خدماتنا وكرمال إنه يخلونا نصير نحن أحسن. فنحترم إنه يمكن في تأخير شوي، ونحترم ونخلينا هادين. إذا صار في مشكلة، فرضنا أنا اليوم عندي موعد الساعة 11، كنت الساعة 10:30 بالعيادة، هو كتير مستحب إنك تكوني قبل بربع ساعة من وقتك، والدكتور لسبب أو لآخر فوت حدا إجا معي قبلي أو إجا معي أو إجينا بنفس الوقت. إذا أنا متضايقة أو معصبة بروح بحكي مع المسؤولين، لكن بحافظ على هدوئي. ما في داعي الناس اللي موجودين حوالينا يعرفوا شو الموضوع أو يتوتروا أكتر ما هن متوترين. نهاية هيدا مرض والله يجيب الشفاء للجميع، لكن نحن هيدا هو الهدف اللي موجودين عشانه. نقطة تانية إنه تليفونات. إذا بتتذكروا هديك اليوم كانت نقطة كتير مهمة عملناها، إنه نعمل زيارة
بشكل عام عند الدكتور. يعني المرة اللي فاتت كريمة كنا عملنا زيارة للمريض واليوم للطبيب بالضبط. نحن بالزيارات بشكل عام انه اذا رايحين عشان شيء معين حلو كتير انه لانه كل الناس صار عندها تليفونات نطفي تليفوننا او نوطيه او نحطه فيبرور. غلط كتير انه صوت التليفون يطلع ونحن بالعياده، احتراما مش بس للناس الموجوده وللدكتور اللي هو موجود عشاننا وعشان يساعدنا، احتراما لانفسنا. انا عندي خصوصيه بتخصني، ما حدا حيسمع صوت تليفوني. اذا بدي رد بطلع، اذا عندي شيء اضطراري بطلع برا العياده او بستاذن وبرد. النقطه اللي بعدها اذا بتلاحظوا لما نروح على المستشفيات او عند الدكاتره بنلاقي دائما مجلات، والمجلات اللي بيختارها الدكتور او بتختارها المستشفى بتكون بمواضيع قريبه من الصحه العامه او شو الناس عم تعمل او اجدد الابحاث اللي عم بتصير حول العالم لهي المرضى، لهي الامراض او المرضى بشكل عام. فحلو كتير انك تسلي وقتك بمجله او بجريده لبال ما يجي دورنا لنشوف الدكتور. اللي بعدها انه اذا كانت هي أول زيارة للدكتور، وهيدي بتصير مع الأمهات الجداد اللي بيكون عندها بيبي وهي أول مرة رح تاخد البيبي عند الدكتور، كتير مهم إنه نشرح كل تفاصيل للدكتور، لأنه الدكتور بيقدر يعمل دايجنوسيس أو تشخيص المريض من التفاصيل اللي نحن يمكن نفكرها مش مهمة. فاشرحي له للدكتور شو عم بيصير، الحالة بكل تفصيل، وما نحكم نحن على المرض اللي نحن جايين عشانه. هيدا دور الدكتور، نهاية الدكتور خدع حياته كلها ليدرس لحتى يقدر ياخد هيدي الشهادة. فبنشرح كل شيء بالتفاصيل للدكتور ونحترم وقتنا ووقت غيرنا. آخر نقطة واللي هي إن شاء الله نتمنى إنه تكون مفيدة لنا وللجميع، هي إنه إذا تغيرنا بطريقة الدواء أو إنه ناخد دواء كتير غير الدكتور اللي وصف لنا إياه، كتير مهم إنه دكتورنا يعرف. بتمنى هاي النقاط كانت خفيفة على الجمهور ويسعد صباحكم، وإن شاء الله الله لا يجيب مرض. ان شاء الله احنا نتمنى كامل الشفاء العاجل لكل مرضانا. يعطيك الصحه كريمه على هذه النصائح والمعلومات فيما يخص اتيكات زياره الطبيب. يعطيك الصحه. شكرا. بدايه اسبوع موفقه ويوم موفق. وانت كذلك. شكرا. اما الان فاصل غنائي، مواصلين حلقتنا. يلا.